فيلمنا بيبدأ مع انفجار بيحصل في كوكب الأرض وبينهار وبيتفتت. في الوقت ده بنشوف سوزان اللي بتعيش في ولاية كاليفورنيا، اللي بتكون بتستعد لفرحها وبتروح للكنيسة علشان تبدأ حفلة زفافها. بتقف تتكلم مع خطيبها ديريك، بيقول لها انهم لازم يقضوا شهر العسل في باريس لان جاله عقد عمل في فرنسا وهيشتغل مذيع في قناه 23. ورغم ان سوزان بتزعل لكن مش بتبين لخطيبها ده وبتشجعه وبتبارك له على الشغل الجديد. بتقول له يستناها في الممر لحد ما تستعد للحفله. نشوفه وهي داخله الكنيسه بتسمع صوت غريب وقوي جدا، بتبص وراها بتلاقي نيزك ضخم بيخبطها، لكن بتكون كويسه وبيحصل لها خدوش بسيطه، وده اللي بيخليها تكمل فرحها عادي جدا. وهي بتكتب كتابها بقى جلدها بيتحول للون الاخضر وشعرها بيتحول للون الابيض وبيبدا جسمها يكبر. كل الموجودين بيلاحظوا ده وبيجروا كلهم يهربوا من الكنيسه. وهنا بيوصل الجيش الامريكي اللي بيحاول بكل قوته يسيطر عليها، وبيقدر الجيش يحبسها في مكان كبير جدا. هنا سوزان بتستكشف المكان اللي محبوسه فيه وبتقابل هناك كائنات متحوله لوحوش زيها محبوسين هناك. فجاه بيدخل الجنرال وورن اللي بينادي على الوحوش وبيطلب منهم يدخلوا الاوضه بتاعته. وهنا سوزان بتنبسط انها اخيرا لقت انسان تقدر تطلب منه انها تخرج من المكان ده. بيقول لها جنرال ان المكان ده عملته الحكومه الامريكيه علشان تحبس فيه الوحوش، وانها علشان بقت عملاقه لازم تبقى موجوده في المكان ده وما ينفعش تخرج منه. بياخدها الاوضه بتاعتها وبيقول لها انهم زينوا الاوضه وحطوا صوره قطه علشانها، وان من النهارده هيكون اسمها جين او ميكا. في نفس الوقت بنشوف كائن فضائي اسمه جلاكسار بيعرف ان النيزك نزل الارض، بيكون عايز يجمع ذرات النيزك وبيقرر ينزل الارض وانه هيدمر اي حد يقف في وشه. هنا الجيش الامريكي بيتجمع علشان يسيطر على الكائن الفضائي، لكن بيفشل لان الكائن الفضائي عنده قوه خارقه، وده كان السبب في ان الجيش يتراجع ويقرر يعمل اجتماع علشان يشوفوا هيعملوا ايه مع الكائن ده. هنا الجنرال وورن بيقول لهم مفيش غير الوحوش اللي محبوسه هي اللي تقدر تدمره، وبيوافقوا كلهم على الفكره دي. بنشوف الجنرال وورن بيتكلم مع الوحوش وبيقول لهم على المهمه بتاعتهم وانهم لو نجحوا فيها هيكونوا احرار زي ما كانوا بيحلموا، وبتوافق الوحوش على الفكره. وبنشوفهم وصلوا المكان اللي موجود فيه الكائن الفضائي، واول ما بيشوفوا الروبوت بتاع الكائن الفضائي بيتخضوا من حجمه الكبير جدا لان حجمه كبير قوي وقدر يدمرهم. وفضل يجري ورا جين او ميكا وهجمته قدرت تسيطر عليه بمساعده الوحوش، وقدرت سوزان انها تنقذ ارواح الناس من الخطر اللي سببه الكائن الفضائي. هنا الروبوت بيحاول يصحى من تاني، لكن سوزان بتحاول تكون هي في الخطر وتحمي الناس اللي موجوده في المكان. تقدر توقع عمود الكهرباء على الروبوت اللي موجود جواه الكائن الفضائي وبتدمر. وهنا جلاكسار بيقرر ينزل بنفسه للوحوش. بنشوف سوزان والوحوش بيبقوا احرار، وبنشوف سوزان بتروح لخطيبها ديريك وتطلب منه يساعدها ترجع لطبيعتها من تاني، بس هو بيرفض، بيقول لها انه مش مستعد يضحي بشغله علشانها. بتزعل جدا وبتفضل تمشي في طريق لحد ما بتوصل لبنزينه. تفضل تفكر كتير في كلام خطيبها اللي اثر فيها، وبيجوا عندها اصحابها الوحوش وبتحكي لهم عن علاقتها بخطيبها. وفجاه بتعرف ان الكائن الفضائي جلاكسار عمل لها فخ وخطفها وحبسها في سفينه فضائيه. هنا الوحوش بتحاول تساعدها لكن جلاكسار مش بيسمح لهم بده، وبيقدر يسيطر على سوزان وبيغمى عليها. لما بتفوق بترجع لطبيعتها وبتفقد كل قواها. هنا الكائن الفضائي عمل نسخ كتيره قوي شبهه، وبدا جلاكسار يكلم الناس ويقول لهم اي حد هيعارضنا هيموت. اجتمعت الوحوش ومعاهم وورن بيقرروا يهاجموا الكائن الفضائي وينقذوا سوزان. قدروا فعلا يدخلوا السفينه الفضائيه وبدات الخناقه بين الفضائيين والوحوش. حتى سوزان كانت بتحارب بطبيعتها من غير قوه، وكمان واحد من الوحوش كان بياكل اي فضائي يشوفه قدامه، وبيلاقوا نفسهم اتحبسوا في اوضه. سوزان بس هي اللي بتقدر تخرج من الاوضه، قدرت تطير وتطلع بره السفينه. وهنا حاول جلاكسار انه يدمرها لكن بيفشل، وبتقدر سوزان تكسر الازاز بتاع السفينه الفضائيه وبتحاول تنقذ صحابها الوحوش، وبتضرب جلاكسار وبتوقعه على الارض. بيستسلم جلاكسار وبيقول للجيش بتاعه يفتحوا باب السفينه وبيجري منها، لكن سوزان بتجري وراه وبتضربه بكل طاقتها وبتمنعه من الهروب. وبتمسك مسدس جلاكسار وبتضرب في السفينه وبينزل على نيزك، وبتتحول مره تانية لجين او ميكا وبتقدر انها تنقذ صحابها، لكن بيقعوا كلهم. لكن بينقذهم الجنرال وورن لما بيتحول وحش منهم حشرة بتطير وبيركبوا كلهم على ظهرها. بنشوف جلاكسار وهو بيحاول يهرب لكن السفينة بتنفجر وبتتدمر كل الكائنات ومعاهم جلاكسار والوحوش ومعاهم سوزان كمان. وبكده يكونوا نجحوا في المهمة بتاعتهم. بيوصلوا الأرض بيلاقوا ناس كتيرة جدا مستنيينهم، ومعاهم ديريك خطيبها ومعاه مصور الفيديو، وبيقول له سوزان انه عايز يرجع لها لكن هي بترفض وبتمسكه زي الحشره وبترميه بعيد. وبنشوف الجنرال وورن وهو بيبارك للوحوش على الفوز الكبير ده، بيقول لهم ان في مهمه جديده ليهم وهتكون في باريس، وبيوافقوا كلهم وبيركبوا على ظهر الوحش اللي بيطير وبيروحوا على باريس.